الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصل تدريباته النهاردة على ملعب التتش استعدادا لماتش بيراميدز اللي هيتلعب السبت الجاي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. طبعا ريبيرو المدير الفني عمل محاضرة مع اللعيبة قبل بداية المران واتكلم معاهم عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وبعدها الفريق عمل جزء بدني وبعدها نفذوا الجزء الخططي في تدريبات الكورة. الأهلي داخل الماتش في رصيده 5 نقط بس بعد الفوز على فاركو والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة. في نفس الوقت الزمالك عرف ان بيراميدز بيجهز لاعتراض رسمي على حكم مباراته قدام الأهلي. الماتش مقرر يتلعب السبت ضمن الأسبوع الخامس من الدوري. تعلن عن الطاقم التحكيم اسباني بقيادة الحكم خافير رخص هو نفس الحكم أدار قبل كده مباراة ما بين الأهلي وبيراميدز، ووقتها احتسب ركلة الجزاء مش واضحة لصالح الأهلي. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.